لا للحرب ليه؟ ليه لا للحرب؟ نعم للحرب وباكر الحرب. الحرب دي ما تقف إلا ترد الحقوق إلى أهلها. يا قحاتة يا عواليق، يا من تريدون أن توقظوا. تعرف القحاتة دي شغالين مع الإمارات ومع غيره، لأنه هم أساسا جغامين قروش، ما ناس حرب، ما بيكاتبوا. ولذلك عايزين يستبقوا جزءا من التمرد ده ليكون خميرة تنشأ كل مرة، لكنها سيقطع دابر، سيهدم الجمع ويولون الدبر. كيف لنا الحرب؟ أنا بيتي ساكنين في قحاتة، كيف لنا الحرب؟ عرباتي شالوها قحاتة، كيف لنا الحرب؟ أموالي شالوها قحاتة، كيف لنا الحرب؟ أوقفوا الحرب. بنات انتهكت أعراضي، كيف أوقف الحرب؟ بنوكنا نهبت، كيف نوقف الحرب؟ مصانعنا حرقت، كيف نوقف الحرب؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ كلام غريب يعني. ده كلام خايب وكلام بتاع عمالة تافه، ولا بد أن أفتكر أي زول يدعو ويعني يروج لهذه الدعوة هو خاين، يجب محاكمته فورا. بعدين لاحظوها، هي بتجي من منو لا للحرب؟ ما بتجي من الشعب السوداني، بتجي من القحاتة اليساري. أي زول يقول لا للحرب أعرف أنه ده ما عنده دين. يا أخي ربنا قال فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. كيف تقول يوقف الحرب؟ كيف نوقف الحرب؟ يعني عشان نمشي نسجل بيوتنا لعرب الشتات بتاع أفريقيا المرتزقين ليه؟ نسجل لهم بيوتنا؟ انتوا تعرفوا أن الناس قاعدين في بيوت الناس كل واحد شايل له ورقة خاتم ده ليس الدعم السريع، قالوا إن البيت ده بقى حقك. وقف الحرب كيف؟ وحس الطيارات تنزل في جرس، تنزل في حدود السودان مع ليبيا، تأتي بالسلاح وتستنفر الناس. كيف وقف الحرب؟ انتوا معناتها ده قدر، عايزين تقدروا بالشعب السوداني وتقدروا بالجيش. ما في حاجة اسمها وقف الحرب، ولن تقف الحرب ولن تضع الحرب أوزارها حتى تقضي على كل تبرد من تبرد بيده وبلسانه وبقلبه. ده كلام غريب، وأنا أسمع دعوة زي دي تاني. أي زول يقول وقف الحرب تقولوا مسمار في راسه. ده وسخ كلب، وقاعدين في أمريكا وفي لندن وفي كندا وفي السعودية وفي الإمارات. ما الكل قال الحرب. انتوا لا عشتوا أزمة عيش، لا أزمة كهرباء، لا أزمة موية، لا أزمة دواء، لا أزمة علاج. الناس اللي قاعدين عايشين قاعدين يحسوا كلهم. تعرفوا الشعب السوداني بيقول من الصراحة مثلا شنو؟ يا أخوان الخرطوم خبرها كيف؟ الناس ما قربوا، الناس ما انتهوا. ما في الصومال قاعد سمعنا لنا مواطن سوداني قال وقف الحرب. وقف الحرب يا كلاب، شحوم وكلاك لقطوا شوية الدولارات يا عواليق، يا مرتزقة يا هوانات. امشوا أديس وامشوا جاي وامشوا جاي، قوموا في بلاد الكفر والفسوق، واضربوا البيرة الصاكتة واضربوا الويسكي المعتق. خليكم قاعدين هناك، وقفوا الحرب وقفوا الحرب. لا فارق كافي. كل ما حاول والله يا اخوان الشعب السوداني ده شعب صالح، كل ما حاولوا ان ياتوا اليه بكارثه ربنا سبحانه وتعالى ثبت. شوفوا الامور. اثيوبيا شغلها الله في انفسها، يعني استجيبت. يا ربي الدعوه بتاعت الخاتميه دي، اشغل اعدائي بانفسهم. ايه كده بالهري والمري. اثيوبيا تأزمت، كينيا تأزمت، النيجر انقلبت، تشاد كراع برا وكراع جوا خايفه. في قالوا حرب قامت في قتال قام في ليبيا بطريقه شرسه وكتب عليه، لكن عندنا معلومات عنه كويس جدا. اي زول داير يتنكب بس اللي بيجي يدوا على السودان ده بيتكلم والله غيره.